يا مساء الورد والجمال على الناس المسكرين اللي بيتابعوني. بصوا هنا فيديو شقة العروسة، هنشوفها بقى قبل الفرش وبعد الفرش. هنا كانت مدخل البيت بسم الله ما شاء الله، كان عامل زي الفيلا وهو فعلا كان فيلا. هنا كانت السفرة والنيش كان لسه حتى ما تركبش، هنا كل حاجة زي ما هي. وهنا كان في هنا الصالون، بصوا اللي كان لسه بالورق بتاعه، وكان في هنا البوفيه. بس هنا كان بقى كان النجف بتتركب، وكان لسه الستاير. كل الحاجات دي بقى ايه في الفنشات الاخيره اللي العرسان بيكونوا بقى بيعملوها. او مش ينسوا كده تدعوا لهم ربنا يسعدهم ويتمموا على الف خير، وعقبال اولادكم وبناتكم جميعا. ولايك والشير والاشتراك في القناه، ويلا بينا بقى نبدا الفيديو بتاعنا ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنا بقى كانت الركنه، كانت لسه الاجهزه الكهربائيه هنا كانت لسه زي ما هي. كان هنا الفريزر، وكان هنا الغساله، وكانت هنا العروسه كمان كانت جايبه غساله حوضين والكراسي. وكان هنا غرفة نوم الأطفال، كان لسه هنا المفروشات. كل حاجة زي ما هي، انتوا عارفين انا ما بشرطش على حد اللي هو يفتح الحاجة وكده، احنا اللي بنروح ونفتح كل حاجة، ده بقى بيكون على حسب الاتفاق. سواء احنا اتفقنا نعمل نص الفرش او الفرش الكامل للشقة، فده مش بشرط انا في موضوع تفتيح الحاجة، احنا اللي بنروح ونفتح كل حاجة. يعني لما بفتحها بايدي بيكون احسن، كمان بعرف مكان الحاجة فين، حاجة النيش فين، حاجة المطبخ وكده، فبتسهل عليا الموضوع. هنا كان المطبخ بسم الله ما شاء الله كان جميل خالص، هنا كانت حاجة المطبخ كلها احنا اللي مفتحينها، كانت كل حاجة لسه في الكراتين، واحنا اللي مفردين كل حاجة. هنا حتى كرتونة الرفاية زي ما هي. هنا المطبخ ده كان خشمونيوم، يعني الخشب اللي ما بندهنش. وهنا كانت غرفة النوم بسم الله ما شاء الله، العرس كان ذوق حلو خالص. كان عامل اوضة النوم منها عفوا غرفة اطفال، ومنها دريسنج. يعني بصوا الضرفة اللي في النص دي جميلة خالص، الازاز دي. الفمي بتاعها كان قافل شوية، مع الإضاءة شغل الليد بيدي منظر تحفة، هنشوفه بقى في الآخر. وهنيجي هنا بقى للمطبخ، بصوا بقى حاجته. كان هنا الفخار، وكان هنا أطقم الحلل. هنا كانت الرخامة باللون الأسمر الجلاكسي. النوعية دي حلوة برضو خالص، زيها زي الرخام اللي هو الأبيض ده، برضو أنا بحبه، اللي هو الصناعة اللي بنقول عليه الكوارتز، او بيقولوا عليه الرخام الصناعي اللي هو الابيض ده، بس مش من اللي هو النوع القديم، لا النوع القديم ده وحش خالص خالص خالص، بيبقع وبيكون شكله يعني ولا شكل ولا منظر ولا عمل ولا اي حاجة خالص، اللي هو الرخام القديم ده بصراحة. ده كان كل الرفائع. هنا كانت التلاجة، وهنا كان الفرن الكهربائي، وهنا كانت الضلفة بتاعت المنظفات اللي هي بتكون في الجنب دي. هنا بقى كان البوتاجاز كان لسه كمان مش اتفتح. هنا بقى بعد الفرش بسم الله ما شاء الله، كل حاجة بيبان جمالها بعد الفرش. يعني هنا الرخامة، يعني على قد ما اقدر مش كنت عايزاها زحمة قوي، بس العروسة هي عايزاها كده، انتوا فاهمين قصدي، هي عايزة الحاجة دي، جايبة الحاجة دي للرخامة مخصوص. هما كده بيسموها اطقم الرخامة. فكل واحد وفرحته، يعني في عروسة تقول لي انا مش عايزة حاجة على الرخامة نهائي، الا حاجات بسيطة كده، وفي واحدة تقول لا انا عايزة تعرف. يعني انا على قد ما اقدر بصراحة ما بحبش الزحمة في الرخامة وكده، بس هي عايزاها كده، هي مش زحمة ولا حاجة. بس يعني ايه، يعني اللون الاسمر ده، الرخامة السمراء مش بتحب الحاجات الكتير عليها. وهنا كان الصواني، وشايلة الصواني، وهنا كان الفرن الكهربائي، وهنا الآلية الهوائية، وهنا التوابل والكاتل والمجات. هنا كانت ضلفة كده صغيرة زي النيش كده، وفرحها كده مكان مخصوص لتحف وانتيكات، او ازاز، يعني حاجات حلوة كده. هنا كان طقم السمك حطيته فوق، وهنا كان طقم البايركس، وهنا كمان كان طقم كاسات وطقم خشاف شكله حلو خالص برضو. هنا كان طقم حلل. انت ليه تروح حاطه الحلل فوق؟ هقول لكم بقى المطبخ ده يعني حلو في ايه ووحش في ايه. الضلف بتاعته، يعني المفروض الضلف اللي فوق دي تنعمل نصين، يعني ايه، نحط فيها ضلف اضافيه، ارفف اضافيه. اللي عامل المطبخ طبعا اهل العروسه مش يكونوا واخدين بالهم من الحاجات دي. هوريكم دلوقتي لما نيجي على الضلفه التانية هوريكم الفرق. هنا كان الادراج، كل الرفايع بقى بسم الله ما شاء الله، كل العرايس بتجيب رفايع حدث ولا حرج، يعني كل حاجه 2 و3 و4 و5. بصوا بقى، يعني الضلف، يعني الضلفه اللي تحت دي تمام مش فيها
آه رف تاني، يعني حطيت فيها الطقم ده. تمام، اللي هو طقم الشاورما الحلل اللي هو فوق بعضه اللي هو الكبير. هنيجي مثلا زي الضلفة دي، المفروض كان مثلا نعمل فيها رف تاني، بدل ما احط مثلا ده كده فوق بعضه، لا هيكون في رف تاني. هيفصل وهيكون المنظر احلى من كده بكتير. بس بقى اللي ايه اللي, لا اللي المطبخ ده كل ما فيه اللي هو كان عايز ارفف زياده. هنا كان طقم المليمين، العروسه هنا كانت جايبه طقمين، حطيت لها واحد في صفات الاطباق والتاني في الصفايه التانية اللي هي البلاستيك من تحت دي. بصوا هنا، ده كان طقم الاستانلس، الحلة الاستانلس. الطقم ده بيكون فيه عيب في كل الأطقم على فكرة. الطقم الاستانلس ده الغطا الحلة الكبيرة أو الحلة رقم 2 في الطقم، تيجي تحط فوقها حلة الغطا ما يثبتش، وتحط فيها كراتين تثبتيها زي ما تثبتيها، لأنه الطقم تقيل، تبص تلاقيها ايه، اتزحلقت. فأنا بقى بقوم يعني ايه بكفي أول حلة كبيرة، وبقيت ايه الأطقم بقيت الحلة اللي فوق كده. هنا بقى كان طقم البلاستيك اللي هو الخزين، كل علب الخزين حطيتها هنا، وكمان شفاشق الماء اللي هي البلاستيك. وهنا التوابل الدوار، وهنا كمان مجات، وطقم الكنك الاستانلس والجرانيت. بقول لكم يعني انا شلت كمان حاجات كتيره من على الرخامه، حطيتها في الضلف كده من تحت ومن فوق كمان. هنا الخلاط الكهربائي، هنا الصواني البايركس وصواني الجرانيت وصواني الكب كيك والصواني الألمونيا، كل ما يخص صواني الفرن حطيتها مع بعضها. وهنا صواني كمان تانية اللي هي المستطيلة، وهنا الهون، وكمان كده حاجات بلاستيك. والمنخل، طقم المنخل، يعني هنا ضلف المطبخ هي اللي حاكمة احط ايه وما احطش ايه. ده هنا بقى الخلاط الكهربائي. يعني بصوا الخلاط، يعني لو في رف كمان فوقه خشب كنت حطيت كمان حاجات فوق، انتوا فاهمين القصد. هنا كان بقى العجان وطقم التوابل، وهنا كان البوتاجاز، وهنا التلاجة كانت نوعها بيكو، وهنا كان في رف كده فوق ضلفة حطيت فيها قطعت الخضار وقوالب الكب كيك وحفظ الطعام. ولو انت بقى مكمله معايا الفيديو، بعت الفيديو بقى لحبايبك واصحابك على الواتس وعلى الخاص عشان يشوفوا اللي ناقصهم ويستفادوا، كلنا بنستفاد من بعض ونتعلم. بصوا بقى الاضاءه بسم الله ما شاء الله جميل، الشكل النهائي تحفه. انا بقول لكم مميزات كل حاجه وعيب كل حاجه، عشان يعني ايه اللي عنده حاجه يتفاداها، واللي حابب يتعلم يتعلم. بس بصراحه الشكل النهائي تحفه وجميل خالص. المطبخ كان جميل وذوقه حلو وحاجاته حلوه، بسم الله ما شاء الله، ربنا يسعدها بكل حاجتها. وهنا كان البوتاجاز رويال تيك، ده كان النوع بتاعه، كان شكله حلو برضو. ربنا يهني عروستنا.